اي تبي الصراحه هي الفن يعتبر يعني، والفن البحري من الفنون اللي احنا نفتخر فيها الامانه. اليوم يعني انا ما ودي يعني نطول عليكم مستمعينا، اليوم تحكينا وتكلمنا عن موضوع وايد مهم. في ناس وايد يوسوسون من مرض معين، من كحه معينه، وفي ناس مستحيل يراجع ويسوي فحص، مستحيل يعني راجع عدل اللي وراي عدل مستحيل يراجع على اساس لا يقول انبش عن الاشياء اللي فيني. طبعا اليوم معانا الزميل عبد العزيز الشمري، المذيع والاعلامي للامانه اللي يقدم كثير من البرامج تلفزيون واذاعه. يا بس بيقول السلام عليكم، لقينا اعلام ما شاء الله الباجه اللي حاطها على القلب والجنتله، بيروح التلفزيون قلنا يبقى لازم ناخذ كلمه منك بما ان انت اعلامي ومذيع ومقدم برامج وما شاء الله تبارك الرحمن. متى عبد العزيز الشمري يروح الطبيب؟ انت لازم الحين يعني انت اذا بتطلع الهواء لازم تكون صحتك زينه. اكيد. سؤالنا وسالنا المستمعين متى تروح طبيب؟ اول شيء صباح الخير براك، وايضا صباح الخير صباح النور، شلونكم طيبين ان شاء الله. انا اشكركم حقيقه اول شيء على هالفرصه الطيبه واللي ما كان ودي فيها، لكن خفت ان تزعلون لان كذا مره توجهون الدعوه ما نخليك. لا تدري عاد انت مكانتك. خفت تاخذونها يعني بمنحى ثاني. والله الطبيب الحمد لله يعني اقدر اقول لك انا من النوع الاولاني هذا اللي ما وده ينبش، اللي تاركها للكريم. والحمد لله الامور طيبه يعني تاخذ بنادول ما بنادول خلاص يعني. صدق البنادول عاد كلش مو يعني مو كلش مو ربع وياه نهائيا. بس شو تقول عن الناس من اول ما يحس بشيء طار الطبيب؟ ما فيها شيء بس لا يوسوس. لا يوسوس ولا يصل. احنا بنوصل لهالدرجه يعني لا توسوس. لا يجابر الطبيب هناك وشلون وش معنى وش صار وليش ما صار وياي كذي، وانا ادري انه يعني في اعراض كذي وكذاك يعني. تمام. بما ان انت مذيع الحين، انت دائما تطلع على الهواء وبرامج تكون مهمه، زين مرات بالليل ما تحس انه اوف والله كنا بتصيدني الانفلونزا؟ ما كذي ما تروح تاخذ لك شغله يعني تشرب لك مشروب معين؟ غير مبالغه والله الحمد لله تارك على الله. قلت لك مسلمها حق الكريم يعني بس عندي مشكله بالنوم يعني. بس عندي مشكله مو نويم ما تنام. لا كلش مو هالكثر يعني، واذا نمت يعني شوفوا الاعلاميين شوفوا شلون يتعبون وانت طايح علي. اي والله ذاك اليوم طايح علي كم مره انت. والله يا جماعه فعلا ذاك اليوم يعني دخلت عليه الساعه 1 يمكن، ما ادري بالليل يعني مريت فاشوف واحد قاط الغتره وقاعد يدور وشابك الكمبيوتر. شلون داش بالشاشه ما اي مبلى مصورها انا بالانستغرام، اللي بيدخل على حسابي يدخل ويشوف في احد الفيديوهات منزله. طبعا عزيز انت تقول انك انت ما تنام، بس يعني اذا بغيت تداوم ولا شيء ما تحس في تعب في شيء؟ لا احس بتعب بس. شنو سبب قله النوم؟ شنو سبب التفكير؟ كثره هذه المسؤوليه. شو تفكر فيه يعني؟ افكر صراحه افكر اخاف تروح علي نومه يعني. يعني هو عرفت البرنامج صباحي ولازم شوي تكون قاعد مبكر ومصحصح يعني، عكس بعض الناس اللي برنامجهم الساعه 10. اي 10 حتى يمديني اروح مراجعه اخلصها وادفع شغلي وارجع. عموما يعطيك العافيه. شلون تحمل ابو خالد؟ شلون تحمل؟ والله تحرش فيه دائما، هو مستانس اصلا. اذا ما جيت يوم يزعل. براك حبيب وانت حبيب وكلكم زملاء عزيزين وغاليين. بس نسال براك من وين ماخذ هذه العصا؟ انا طبعا قاعد اصور زميل راح انزل ان شاء الله بعد بالانستغرام. انا عشان انقل لكم الصوره. اي تمام. قول شو مسوي براك؟ عنده مثل ستاند وحاط الايفون بالستاند عشان تكون معي عزيز المستمع يعني بالصوره. عنده ستاند وحاط الايفون بالستاند. الحين يعني انا قاعد اسولف، قاعد يصورنا واحنا نسولف يعني فيديو متنقل بالستاند. مريح راسك ابو خالد. اي والله. تدري ليش؟ احنا ليش؟ لان انتم ما شاء الله بالتلفزيون مو محتاجين كذي تطلعونا، احنا نحتاج بما اننا مذيعين اذاعه نطلع بالتلفزيون. ترى بس خليني اقول لك شغله براك، انت يعني الله يوفقك والله يحفظك. خليك لمست او خلي اقول واكبت الحين العصر حق اللي بيدك هذا. زين تمام. العصر حق اللي بيدك هذا. نعم. بعد غلطان. لا عدل كلامك حبيبي وتسلم. اخونا عبد العزيز الشمري طبعا من الناس اللي فعلا عزيزين وغاليين للامانه يعني. كان شرف لنا وانا قاعد اصور فيديو بعد شوي نزله. ابي لايكات او سوي لي لايك. ابي لايكات. هو تدري ليش؟ هو قال لي ليش ما تدخل وتسوي لي لايكات؟ قلت له حبيبي تاخذ معي لقاء نسوي لك. على العموم الله يعطيك الصحه والعافيه وعساك هالقوه واتمنى لك توفيق ان شاء الله وما قصرت. حياك الله. اذا كل الشكر لي يلا
اذا كل الشكر لاخونا اكيد عبد العزيز الشمري على هالدقائق اللي خلاها مشكور وما قصرت، واللي يبي يتابع طبعا في صباح الكويت صح؟ صباح الخير. صباح الخير يا كويت، صباح الخير يا كويت في تلفزيون الكويت، تشوفون الطلة الجميلة. مشكور ورايتك بيضة، ومشكور على تلبية الطلب رغم اصرارنا على وجودها. يعطيك العافية. قواكم الله وموفقين ان شاء الله. حياك الله. تفضل ابو خالد. صبحك الله بخير ام علي. تفضل انا. حياك الله يا ام علي. بخير الله يسلمك. جربنا على العيد الوطني الاسبوع الجاي ان شاء الله.